امي عامله ايه؟ زيزي بتولد في الزقازيق. طب ياما انا جاي اهو، استنيني اهو. ماشي ياما، استنوني. سلام ياما، سلام. اوه زيزي بتولد في الزقازيق. نلبس السيفتي، مش مهم. يلا تطلع الزقازيق. اطلع الزقازيق يا عم. ايه يا عم، مش هعرف ادورها تاني. قول يا عم، عايز ايه يا عم؟ زيزي بتولد. معاكم سميدة من ويكي ويلرز. حلقة النهاردة ازاي تختار اول بايك ليك وانت رايح تشتريه. في 3 فلاتر قدرنا نحطهم تمشي على اساسهم في اختيار اول بايك. بس خلينا قبل ما نقول ال3 فلاتر دول نقول بريف صغير كده. الموضوع يا جماعة مش فيزيكس ولا رولز، في حاجة اسمها الصح والاصح. في ناس كتيرة قوي لما جت ابتدت ببايكس عالية 1000 سي سي 1400 سي سي، وفي ناس لما ابتدت ب 250 واتعلمت عليها وبعد كده عملت ابجريد. ايه الصح؟ مفيش حاجة اسمها صح وغلط، في حاجة اسمها الصح والاصح. ان انت تبني ذاكرة عضلية الحاجة انت اول مرة تركبها وتسوقها، الموضوع مش سهل، فسهله على نفسك شوية ان انت تبتدي بحاجة صغيرة وبعد كده تابجريد. تعالوا معانا كده هنتكلم شوية عن الفلاتر اللي نقدر على اساسها نختار اول بايك. اول حاجة البادجت. انا النهارده حطيت فيجر معين، جنيه 2 3 10 الفيجر ده انا هشتري بيه بايك. طيب قبل ما اقفل الفيجر ده اشيل منه جزء كده على جنب للسيفتي جير وصيانه البايك. في ناس كتيره قوي حطت فيجر وراحت اشترت بيه كله بايك، والنتيجه ان هم ما كانش معاهم فلوس يجيبوا سيفتي جير، ما كانش معاهم فلوس يصينوا البايك. غلط. واحد اول مره يسوق يروح يجيب بايك ويمشي بيها شهر شهرين عقبال ما يحوش فلوس السيفتي جير من غير سيفتي جير، ده مش صح. اعمل حساب مصاريف صيانه البايك، زيت، فلاتر، بوجيهات، الكلام ده كله. دي بالنسبه لفكره البادجت. تاني حاجه اليوسج. انا النهارده شاري البايك دي ليه؟ هل انا شاريها هوايه؟ هل انا شاريها اطلع بيها رياضات في الويك اند؟ هل انا شاريها وسيله مواصلاتي الاساسيه؟ هل انا عندي جنبيها عربيه؟ كل ده بيفرق. اليوسج هيحدد لي نوع البايك اللي انا هركبها. ما ينفعش مثلا تبقى اول بايك انا رايح اشتريها في حياتي وانا ساكن في وسط البلد وشغلي في وسط البلد واروح اجيب تورينج بايك كبيره. في ناس معاها تورينج بايكس كبيره بتركب وبتروح بيها مفيش مشكله، بس دي اول بايك، سهلها على نفسك ما تصعبهاش. فاليوسج ده تاني نقطه معانا. تالت نقطه معانا الفيزيكال فيت. تعالوا كده مع بعض نشوف موضوع الفيزيكال فيت ده ايه. نقطة الفيزيكال فيت مهمة جدا يا جماعة. لازم لما تيجي تشتري بايك تنزل تجرب تقعد عليها في معرض تشوف. يعني مثلا عمر اهو قاعد على البايك رجله لامسة الأرض، هو ماسك الهاندل بار، متحكم، مالك البايك، مستريح. كل ده بيفرق. ما ينفعش تبقى سايق بايك أول مرة أنت حاسس إن أنت مش مالكها، حجمك صغير عليها أو حجمك كبير عليها. نقطة الفيزيكال فيت مهمة جدا. صاحبنا إيتو نزل أول مرة يشتري بايك، نزل جاب كاستم، جاب بوليفرت، شغله في وسط البلد. النتيجة ان هو يا عيني تعبان جدا منه. نيجي ميخا شغله في التجمع الخامس وساكن في الهرم، كل يوم بيطلع على الدائري. ما ينفعش تطلع على الدائري، التوب سبيد بتاعته 120 وهو اصلا التوب سبيد بتاع السكوتر 110، بيتعب كل يوم. فكرة اليوسج والفيزيكال فيت مهمة جدا وانت جاي تختار اول بايك ليك، ركزوا فيها يا جماعة. قول باي باي بقى. باي باي او باي 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 باي. لا مش باي باي يا جماعه. معاكم شكل الفيديو ده. ايه؟ شكل الفيديو ده. اقول ايه؟ قول شكرا ليكم. استنى شكرا ليكم مع ويكي ويلرز درايف سيف. شكرا ليكم ويكي ويلرز درايف سيف.